بعد الذبح مباشرة 3 أشياء لا تجوز بعد ذبح أضحية العيد، احذر منها. عندما تضحي وتذبح الأضحية يسمح لك ب3 أمور النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إياها، حيث قال: كلوا وادخروا وأطعموا، يعني يمكنك أن تأكل جزءا من الأضحية وتدخر جزءا آخر وتطعم الجزء الثالث للفقراء والمساكين. وكما قال جمهور العلماء، الأمر هنا للاستحباب وليس واجبا، فإذا أردت أن تتصدق بها كلها فتصدق، وإذا أردت أن تتصدق بنصفها وتعطي للفقراء فبإمكانك ذلك، ولو أردت أن تأكل نصفها وتدخر جزءا وتتصدق بجزء آخر فلا مشكلة. كل هذه الخيارات مباحة لك، وكلما أعطيت للفقراء والمساكين كان أجرك عند الله أكبر. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح شاة، فسأل السيدة عائشة ما بقي منها بعد توزيعها، فقالت: ما بقي إلا كتفها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل بقيت كلها وذهب كتفها، أي أن الجزء الذي أكل يهضم ويذهب لحاله، لكن الجزء الذي يعطى للفقراء والمساكين يبقى عند الله كأجر دائم. هناك أمران مهمان يجب تجنبهما في الأضحية، وإلا سينقص أجرك وربما تضيع ثوابك. الأول: لا يجوز لك بيع أي شيء من الأضحية، سواء كان لحما أو عظما أو جلدا أو أي شيء آخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا لحوم الهدي والأضاحي، ولكن استمتعوا وكلوا وتصدقوا ولا تبيعوا، أي لا تبيعوا أي شيء منها. الأمر الثاني الذي لا يجوز أن تفعله بالأضحية أن لا تعطي الجزار جزءا من الأضحية مقابل الذبح. يجوز لك أن تعطيه من مالك الخاص بعيدا عن الأضحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سيدنا علي بن أبي طالب بذلك وقال له: ولا تعطي في جزارتها شيئا، أي لا تعطي الجزار أي شيء من الأضحية كأجر له. والسنة أن يذبح المضحي أضحيته ويباشرها بيده اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فالوكالة في ذبح الأضحية جائزة، ففي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 بيده، وأمر عليا رضي الله عنه أن يذبح الباقي، ففيه دلالة على صحة التوكيل في نحر الهدي وكل ما يتقرب به من ذبائح، وعليه فلا حرج على المضحي في أن يذهب بأضحيته إلى محل السلخ ويدفع ثمنا مقابل ذبحها وسلخها، ولكن لا يجوز أن يعطي جلدها أو شيئا من لحمها ثمنا عن السلخ والذبح، لأن ذلك يعتبر بيعا لها، وهو حرام عند جمهور أهل العلم. لذا لا يجوز لك أن تبيع جلد الأضحية حتى لو كنت تتصدق بثمنه. استفد منه كما تشاء، أعطه هدية، أخرجه للمسجد، تصدق به، ولكن لا تبيعه أبدا. أغلق باب الشبهة وريح بالك وعائلتك، واجعل أجرك كاملا عند الله.